السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز. كفتة الرز من الحاجات السهلة جدا جدا ان انتي ممكن تعمليها في البيت، واوفر من انك تعمليها بره. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. عندي هنا الكبة بتاعتي. لو ما عنديش كبة هتعامل في الخلاط. عندي هنا بصلتين وسط او بصلاية حلوة، تمام، من 3 4 فصوص توم بفرمهم كويس جدا. بعد كده بنزل بالخضرة بتاعتي. انا هنا جايبة ربطة من البقدونس، كزبرة، وربطة من الشبت، هاخد نصهم. انا هنا هعمل نص الكمية. انا هنا حابة اعرفك ان انا ممكن من اقل امكانيات ممكن اعمل الكفتة دي. خدت نصها فرمتهم فرم ناعم بالشكل اللي احنا شايفينه ده مع البصل والثوم. طيب لقيت وانا بفرم الخضرة بتاعتي خشنة، الكبة بتاعتي ما ساعدتنيش ولقيتها خشنة، بضيف حبة من المية. خلاص هنا عندي اقل من نص كيلو لحمة، هاخد نصهم بس بالشكل اللي احنا شايفينه ده، وهوريكي الكميه اللي انا خدتها دلوقتي. يبقى انا كده فرمت البصل مع الثوم، نزلت بالخضره، نزلت باللحمه. انا هنا بوريكي ان هي اندمجت مع بعضيها بكل سهوله. حلو قوي. شايفه كميه اللحمه الباقيه؟ يبقى انا كده خدت ربعهم يعتبر ولا لا؟ مش نصهم. تمام. ده رز مطحون. انا جبت كيلو رز وطحنته بره، ما طحنتوش عندي. انا لما بطحنه عندي طبعا بغسله بنشفه بطحنه، بس لقيت الطحن بره احسن من الطحن في البيت بامانه. طيب هنا عندي كوبايه من الرز، هنزل بيهم على الخليط اللي انا عملته، اللي هو عباره عن بصل وثوم واللحمه والخضره. هي كوبايه، ما خدتش اكتر من كوبايه يا جماعه. طبعا هبدا اضرب الضرب لحد ما يتكتل عندي كتله مع بعضها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بصي تجمعت ازاي اهي. حلو قوي. طيب حسيت انها خشنه برضو في المرحله دي، بتنزلي حبة من المية، مش كتير يعني، ممكن تكون معلقة من المية، معلقة كبيرة. تمام. بصي هصبعها قدامك، ما فكتش مني ولا شققت. حلو قوي. يبقى انا كده عملت كفتة النهاردة من اقل من ربع كيلو لحمة، وادتني الكمية دي، الكمية الباقية عندي. خلاص. طيب انا هنا اللحمة بتاعتي حطيتها، او الكفتة بتاعتي حطيتها في بولة. هبدأ هنا احط لها التوابل، عبارة عن ملح، فلفل اسود، كل دي معلقة كبيرة. تمام، لان الكفته بتحب البهارات. عندي هنا معلقه من ال7 بهارات. يبقى انا كده حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، معلقه من ال7 بهارات، وابدا ادمجهم كده كويس قوي مع بعض. بصي بدمجها جامد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، بدخل الانسجه كلها مع بعضها بعد فرم الكبه. تمام. عندي بقى الاطباق طبعا اللي هشكل فيها. انا هنا هفرزها واحطها في التلاجة، بحيث ان يبقى عندي ايه يوم كده مستعجله فيه هطلع الكفته بتاعتي واشتغل على طول، وان شاء الله هنعملها مع بعض. بدأت اصبع الكفتة بتاعتنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى الكمية اللي قدامنا دي من ربع كيلو لحمة. يفضل الكفتة الرز يا جماعة تعمليها في البيت، اوفر لك كتير من بره. صدقيني انا قررت ان انا اعملها في البيت لانها فعلا اوفر من بره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. حلو جدا. بصي خضرة مظبوطة. كوباية رز واحدة على ربع كيلو لحمة. بتجيبي ربطة بتجيبي الخضرة بتاعتك، ما بتعملهاش كلها، بتاخدي نصها بس. يا رب النهاردة عرفت افيدك بأي معلومة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.